السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. بقالنا كتير ما نزلناش فيديوهات. ننزل مع بعض النهاردة الصينية الجميلة دي. يعني المفروض ان الصينية دي كانت اتعملت في العيد. انا ما عملتهاش في العيد لان ولادي ما خدوش اجازات، واستنيت يوم اجازة كده عشان يبقى كله موجود. ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها خير واعياد وسعاده وراحه بال. ويمكن انا اخر واحده منزله الصينيه الجميله دي، ونشوف مع بعض ان شاء الله عملناها ازاي. طبعا صينيه كبيره زي دي عشان تشتروها من بره بمبلغ وقدره. طبعا عملناها بطريقه جميله وسهله جدا وبسيطه، وان شاء الله كده تعجبكم. والف هنا وشفاء على الجميع. نبدا كده بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. معانا اول حاجه كده الممبار، انا مقطعاه بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا طريقه الممبار احنا جايبينها في التنظيف عندي في القناه اكتر من مره. معانا هنا الطحال ومعانا الفشه. معايا هنا انا مجهزه كل حاجه. دي الخلطه اللي انا هحشي بيها الممبار. طبعا الطماطم والبصل والخضره الكتير والقطعتين دول، الفلفل اللي على الطماطم فلفل مطحون، هريسه فلفل يعني بس اخضر. وحطيت هنا كزبره وبهارات وفلفل اسود وملح. ما عندكيش اي حاجه، فلفل اسود وملح وشكرا. الممبار طبعا كل حاجه بتتقطع ناعم، مفيش حاجه بتتسبك ومفيش حاجه بتتخدع والكلام ده كله. هنا معلقه ميه، حطيت عليها كمون وكزبره وما تكترش الكمون والكزبره الناشفه اكتر، وفلفل اسود وملح. حطيت فيها طماطم وحطيت فيها بصل وحطيت فيها الفلفل عشان الحاجه لما تستوي تبقى ريحتها حلوه وتبقى ايه طعمها جميل. هنحط فيها ايه؟ هنحط فيها الفشه وهنحط فيها الطحال. هنحط الفشه والطحال مش عامله كرشه، لا دي الفشه. والطحال بنحطه سليم زي ما هو، مش بيتقطع. الطحال ما بيتقطعش، الطحال لو اتقطع بيبوظ. الطحال بيتحط سليم وبعدين يتقطع. ومعانا هنا خلاص دول هيستووا. معانا الخلطه بتاعه الممبار، البصل والخضره الكتير، ومعايا الطماطم زي ما شايفين مخرطينها رفيع قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هنقلبهم كويس مع بعض بالشكل ده. مخرطه البصل ناعم قوي، لو عندك كبه ماشي، عندك مبشره ماشي. والطماطم متخرطه برضو ناعم قوي. والخضره هو بيحب بصل كتير وخضره كتير بصراحه. وحطيت عليهم طبعا كمون، كزبره، فلفل اسود، ملح. ما حطيتش اكتر من كده. عايزه تحطي بهارات برضو حطي بهارات. ما تأزموش الدنيا. الملح، الفلفل الاسود، الكزبره او الكمون زي الفل. طبعا الشطه حسب الرغبه، اللي عايز يحط الشطه تمام كده. الخلطه دي لسه ناقص لها ايه؟ الرز بس. شايفين يعني شكلها يفتح النفس، شكلها وريحتها جميله جدا جدا جدا. بصوا تبارك الرحمن ما شاء الله. هنحط عليها بقى الرز. انا غسله الرز غسله حلوه قوي قوي، وقلبناهم كده تمام. وحطيت قدامي صينيه كده بحط ايه حبه تخلص واحط تاني عشان ما بنبهدلش الخلطه كلها، عشان لو فاضت منك الخلطه تقدري تستخدميها في حاجه تانية من غير ما تتبهدل. هنحشي الممبار. انا مش هطول معاكم طبعا في حشي الممبار. انا هنحشي واحده بس. احنا عملنا الطريقه وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا كلنا. بصوا الممبار ما بيتحشيش جامد قوي، ولما تكتري الخضره وتكتري البصل والحاجات دي كلها، حتى لو زاد منك الحشو في الممبار مش بيفرقع، لان مش الرز اللي بيزيد قوي. لما بتكتري الرز قوي على الخضره الممبار بيفرقع. فدايما خلي الخضره وخلي البصل اكتر من الرز في الحشو الممبار. طعمه بيبقى حلو. ما بيبقاش بتاكلي رز خالص، وفي نفس الوقت مش بيفرقع لو زاد فيه، لان طبعا البصل والخضره والكلام ده مش بيزيد قوي، مش بينفش زي الرز هو اللي بينفش جامد. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص انا كده ايه هكمل الباقي مع ايه عشان ما اطولش عليكم يعني. كده الميه على النار، هي كانت غليت، هديت عليها بصراحه. قلت على ما اكمل حشو انا ايه هنحط فيها اهو كزبره وملح وفلفل. وهنحط بقى ايه برضو طماطم وفلفل وبصل، حبة بصل كده هنحطهم فيها، و ورق اللوري طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان الحاجات دي بتخلي
الشوربه ريحتها حلوه، او الحاجه اللي بتسلقيها ما فيهاش اي زفاره. البصل اللي انا كنت بشره عملت منه ممبار، بشرت برضو ايه واحدتين كده عشان احطهم في الشوربه بتاعته. وهنحط الممبار بالشكل ده. خلاص خلصناه كله. طبعا ما حبيتش اطول معاكم اكتر من كده عشان ما تزهقوش وتملوا. يا رب يحل زادنا جميعا ويحسن ما بين ايدينا يا رب. كده حطينا الممبار يستوي، وايه معانا ايه هنا القلب والكبده. بصوا اصل هي الصينيه ما شاء الله متشكله من كله يعني. صبرنا وما عملناش في العيد وفي الاخر عوضنا يعني. صينيه رهيبه وما شاء الله يعني، هتقوم لك عيله تبارك الرحمن. احنا طبعا عندنا هناك الطحال والفشه بيستووا، ودي الكبده والقلب، و هنقطعهم مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا الكبده طريقه السوا بتاعها سهله جدا جدا. انا والله اسفه جدا على الاطاله، ولكن انا بحاول اختصر معاكم. هنقطع الكبده. انا الكبده حطيتها ايه في التلاجة شويه عشان اعرف اقطعها. بصوا كده ده الطحال استوى. خلاص بصوا هنقطعه. دي الفش اهو وده الطحال. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن استوى. شايفين؟ بصوا اهو بقى زي الفل. هتخرطيه كده صوابع كده بالشكل ده. الطحال تاني هنقول ما ينفعش يتقطع ويتسلق هو ومتقطع. الطحال لو اتقطع مش خلاص باظ كده. هو بيتحط سليم زي ما هو وتخرطيه. ولو حصل وحد يعني جاب قطعه من طحال، ما تحطوهوش في الميه قبل ما تغلي. يكون الميه بتغلي جامد قوي قوي وبعدين حطيه عشان تعملي له صدمه وما يسيبش نفسه يعني، ما يسيبش من جوه وبوظ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. اتقطع بطريقه سهله وجميله، وعايزه اقول لكم ما شاء الله ريحته جميله جدا. ما فيش ولا اي حاجه من الحاجات دي فيها ريحه اي زفاره، لان زي ما شفتوا اولا الحاجات غسلينها مره واثنين وثلاثه ونقعينها بملح ومظبطينها حلو قوي. وبعدين في السلق زي ما شفتوا حطيت فلفل وحطيت بصل وحطيت طماطم وحطيت ورق لوري وحطيت فلفل اسود. وبصوا مظبطينها، وممكن تحط ليمونه. فيعني الحاجه طالعه والله تبارك الرحمن، ما في ولا اي حاجه فيها ريحه زفار، زي الفل. بصوا بالشكل ده كده. وهنقطع كمان ايه بقيه الحاجه اللي هو ايه الفشه. طبعا احنا مش هنحط لها زيت، لازم نحط حته دهن كده حلوه تسيح في الطاسه. بصوا انا عندي الطاسات الجديده اللي انا بعمل فيها، بس الطاسات القديمه بتاعتي دي بحس ان الحاجه بيبقى لها فيها طعم والله. بتبقى عارفين زي الطاسات اللي بيشتغلوا فيها كده على العربيات والكلام ده كله، هي كده الطاسه القديمه في البيت بتبقى كده. فحطيت طبعا حبه دهن كده من اللي احنا حاطينها، وسيحتها مع حته زيت. وحطيت ايه اول حاجه القلب، عشان القلب بياخد سوا شويه عن الكبده مش بتستحمل. هنديها تشويحه بسيطه. طبعا مش بتاخدش وقت، الحاجات دي سريعه جدا. وانا برضو زي ما بقول لكم انا بختصر لكم في الوقت. بصوا حطيت الكبده. انا هدي الكبده برضو تقلبتين كده. هنشيل الكبده بقى من الطاسه دي ونحط مكانها الطحال. انا هنا ما ضفتش اي حاجه. تمام. هقلب تقلبتين كده. الملح والفلفل بتاعي بس يعني، برضو اختصرت لكم فيها الحته دي. هنقلبهم بالشكل ده وخلاص. انا ايه هخليها تكمل سوا واشيلها من الطاسه واحط مكانها الطحال. تمام. طبعا انا ما شلتهاش كده يعني، اللين التاني دي مولعه هديها كمان دقيقتين كده، بس انا بختصر لكم. وهنا شلت الكبده من الطاسه وحطيت في نفس الزيت ونفس الحاجه اللي انا حطها الماده الدهنيه. حطيت الطحال اللي انا قطعته والفش، وحطيت له طبعا الفلفل، وحطيت الماده الاخضر الفلفل اللي انا هرست الفلفل اللي انا عاملاها برضو حطيت معلقتين. وحاطين طبعا الفلفل الاسود والملح في الكبده وفي في الطحال. تمام. طبعا الممبار زي ما شفتوا بيفرقع، استوى خلاص. الممبار بياخد ساعه الا ربع على النار، ساعه الا ربع وتشيليه. طبعا ناخد بالنا عشان بيفرقع جامد قوي. اول ما بتحطيه لازم تغطي او لازم تبقي بعيده يعني. بصوا انا ماسكه المساكه دي وانا بعيده منه، مش لان بيفرقع مع الرز. وطلعنا كده الممبار وحمرناه وعملنا الكبده وعملنا الطحال والشكل الجميل اللي انتوا شايفينه. طبعا عايز فلفل، عايز سلطه طحينه، عايز السلطه بتاعت المطاعم، اعملي اللي انت عايزاه جنبه، اللي يريحك كله اعمليه.
بصوا بالشكل ده. احنا رصينا رصه من الممبار، وبعدين حطينا الطحال والفشه في النص، وبعدين حطينا الكبده، وبعدين حطينا ايه، حطينا الطحال وبعدين حطينا الكبده بالشكل ده. ممبار، حطينا الطحال والفشه وبعدين حطينا ممبار وبعدين حطينا الكبده. والطريقه اللي تعجبك زيني بيها، بس احنا بنعمل كده ايه يعني زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق يعني. رشي بقى حبه خضره، في قرن فلفل كده جميل يتزين بيه. بصراحه انا ما كانش عندي الفلفل الحامي، كنت قطعته، وكان عندي 2 كده قطعتهم حطيتهم معاهم. حط قرن فلفل، زيني بالطريقه اللي انت عايزاها. يا رب يا حبايبي الوصفه تكون عجبتكم، يا رب يجعل ايامكم كلها خير، يا رب يجعلكم في سعاده. ما تنسوش الصلاه على الحبيب، وفضلا فضلا اتفرجوا على الفيديو على الاقل نصه، مش يبقى دقيقه وخلاص. يعني القناه مش هتكبر الا بيكم وبدعمكم ليا. ربنا يسعد قلوبكم ويرضيكم. ورجاء حطوا اللايك واتفرجوا على الفيديو. اللي يقدر يتفرج على الفيديو كامل يتفرج، واللي ما يقدرش نصه على الاقل، ما يمشي بقى اقل من نص. والله يبارك لكم ويسعدكم. ما تنسوش تدعوا دايما ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويصلح احوالنا جميعا يا رب، ويسر امورنا جميعا ويرزقنا جميعا يا رب رزق حلال طيب، ويحفظ البلاد والعباد، ويحفظ اولادنا جميعا من كل شر ومن كل مكروه، ويجبر خاطرنا جميعا يا رب. يا رب يا حبايبي الوصفه تكون عجبتكم، الطريقه يكون بسيطه وما طولتش عليكم. وشكرا ليكم حبايبي ولدعمكم. وما تنسوش الصلاه على الحبيب، قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. يا رب تبقوا دايما في خير وسعادة وراحة بال. وشكرا ليكم ولمتابعتكم. واللي مش متابعني على القناة يتابعني ويعمل لي اشتراك في القناة. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودمتم في رعاية الله وأمنه. وشكرا ليكم حبايبي، والسلام عليكم.